السلام عليكم. قبل انطلاق واحدة من أقوى المواجهات الإفريقية بين أولمبيك أسفي والاتحاد العاصمة الجزائر، عاش الملعب أجواء مشحونة متوترة بشكل كبير. حسب المعطيات، عدد من الجماهير الاتحاد العاصمة الجزائر نزلوا الأرض الملعب. وقع الشغب خلق حالة من الفوضى وسط الجماهير، الشيء اللي تسبب في توتر كبير قبل بداية المباراة. هذه الأحداث خلت انطلاقة القمة يتأخر وسط استنكار واسع من المتابعين، خصوصا أن المباراة تدخل ضمن نصف النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026. الجماهير المغربية كذلك تفاعلت مع هذه الواقعة وسط تساؤلات كبيرة حول الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد وتأثير على السير العادي ديال المباراة. في الأخير، هذه الأحداث كتطرح أكثر من علامات الاستفهام حول التنظيم والأمن داخل الملعب الإفريقية، وكتخلي السؤال المطروح: واش غادي نشوفو حلول حقيقية باش يتفادى تكرار هذا السيناريو؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات.